بتقول الهجاجنة؟ تعرف حد منهم يا شيخ البلد؟ ايوه اعرف، بس عدم المؤاخذة حد فيهم عليه حاجة كده ولا كده؟ لا لا ابدا ابدا. اصل الحقيقة واحد زميلنا عايز يناسبهم. لا بقى اذا كانت العبارة بالشكل ده اللي يجيب لك اصلهم وفصلهم ابوك الشيخ متولي. ابا متولي زعق له شوية يا ابني يا محسن. انت نسيت ان سمعه تقيل ولا ايه؟ مؤاخذة يا حاج. مساء الخير يا ابا متولي. الراجل ده عامل ايه؟ ازيك يا ابا متولي؟ انت مين؟ انا محسن. محسن؟ محسن مين؟ ده محسن بيه ابن جناب العمدي. هو مش بقى ظابط؟ بقول لك ايه يا ابا متولي، انت تعرف ايه عن الهجاجنة؟ الهجاجنة يا محسن يا ابني 3 بطون. الهجان الكبير جه مصر قبل هوجة عرابي ب10 سنين، وشد الحاله على الشرقية واشترى حتة أرض وقعد هناك، ومات قبل ما يقوم سعد باشا زغلول ب2 سنين. ساب 3 ولاد و6 بنات. ولدين منهم خدوا نصيبهم من اللي فاتوا أبوه، أصله كان بيتاجر في الجمال وكان عنده الذهب بالأفف. واحد منهم شرق على دمياط، والتاني قبل على سوهاج وحط الحاله هناك. والاخ الثالث يا ابا متولي ما زال في الشرقية لحد دلوقتي. لكن قول لي يا محسن، انت بتسأل ليه؟ عاوز تناسبهم وتتجوز على مراتك؟ المجموعة التانية تطلع على دمياط. المجموعة التالتة على سوهاج. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وانت تحرياتك هنا ما وصلتكش الحاجة؟ انا عرفت يا فندم ان في ضابط في الجيش متجوز من الهجاجنة. اسمه ايه؟ صاغ محمد رفيق. محمد رفيق متجوز من الهجاجنة؟ هو سيادتك تعرفه يا فندم؟ متجوز من اي بطن؟ بطن؟ لا مالكش دعوة انت بالحكاية دي، خليك في اللي انت فيه. عايز معلومات كاملة ودقيقة. ان شاء الله يا فندم. مع السلامة. اديني الصاغ شوكت يا ابني. عنده ايه؟ طب ابعت بسرعة قول له بكباشي محسن ممتاز عايزك. صرافة عسكري واستنى على الباب. الو، اهلا. ازيك يا محسن؟ ايه يا راجل؟ ايه اللي فكرك بيا؟ محسن زعق شويه انا مش سامع. ايه؟ الليله النادي؟ ماشي ماشي يا محسن، الساعة 8 بالدقيقة هكون جاهز. مع السلامة. ايوه يا محسن، نخش بقى في الموضوع. موضوع ايه؟ الله، انت هتعمل عليا مخابرات يا انت ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ابدا، الحكايه ملهاش علاقه بالمخابرات. امال لها علاقه بايه؟ بالجواز. جواز؟ انت هتتجوز على مراتك؟ راجل حرام عليك. تعرف زهير ابن عمي؟ انت ليك ابن عم اسمه زهير؟ المحامي اللي متخرج من 2 ده. ده ماله؟ في عريس متقدم لاخته من عيله الهجان. ايوه، طب انا مالي؟ انا سمعت ان رفيق متجوز منهم. محمد رفيق؟ ده مراته من هجاجنة دمياط. عايزك بقى تسالوا لي على عريس. طب ما تساله انت. وانا فكرت في الحكايه دي، انما كون العروسه بنت عمي يعني حسيت ان ده ممكن يسبب له شويه احراج. ده علاوه على ايه؟ يعني رفيق عارف ان انا في المخابرات ويمكن يخاف يقول كل حاجه قدامي. وده محسن. ما تبقاش عيل بقى وسالوا لي. ما تقولوش ان العروسه قريبتي، وبقى اديني تليفون بكره الصبح في المكتب. طب
اسال عن ايه يا اخينا انت؟ العريس. طب مش تقولي الاول اسمه ايه؟ اسمه انا معايا الكرتون. اسمه يا سيدي رأفت. رأفت عاوز يتجوز؟ ودي فيها ايه يا اخينا؟ اسمع يا شوكت، انت اخ وصديق وزميل ودفعه. انا مانيش فاهم ايه اللي جرالك. العروسه تهمك؟ قلت لك بنت اختي. وما قالكوش بقى هو متخرج من انهي سجن؟ سجن؟ شوف يا حضره الصاغ، رأفت علي سليمان الهجان ده يبقى اخو المدام، ودي حقيقه انا ما اقدرش انكرها، لكن طبعا انت عارف ان كل عيله فيها وفيها. طب بالراحه عليها شويه بس علشان افهم. عاوز تفهم ايه؟ افهم كل حاجه عنه بالظبط. اسمع يا سيدي. ايوه رد سجون. كل ما يشغلوه في شغله يترفد منها بفضيحه. شوف يا سيدي، اشتغل كومبارس في السينما، وكان عايش عند واحده رقاصه اسمها سنيه، واختلس 1000 جنيه من فرع شركه الملح والصودا، وكانوا هيودوه في حديد لانهم كرايه يا محسن. اكمل ايه؟ ما كفايه كده. انت بتقول ايه يا شوكت؟ انت متاكد انك سالت على رأفت علي سليمان الهجان؟ ايوه متاكد يا محسن. محسن، يكون في علمك انك مش هتقدر تدبسني في حاجه من الحاجات دي بعد كده. نعم يا اخويا، وبتضحك كمان. طيب اوكي، يوم الثلاث في النادي، اوعى تتاخر. طيب يا محسن، مع السلامه. لا مؤاخذة، يظهر اني دخلت اوضه غلط. اشمعنى؟ اصل انا كنت داخل اوضه محسن ممتاز، لقيت قدامي واحد بيبتسم. رأفت علي سليمان الهجان. اكيد بكره ان شاء الله هقول لك اخر كلام.